السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا بيه. الحين زوجتي فقدت خاتم سعره 1.5 مليون دولار، اللي راح يلاقيه فيكم راح أعطيله مكافأة مالية. طيب وهو وقع منك فين يا باشا؟ وين فقدت الخاتم يا قلبي؟ هنا في الحتة دي. في هذا الممشى. هجمحي هنقلبوا الدنيا كلها لحد ما اجيبهولك. ان شاء الله يا باشا هنجيبهولك يا باشا. والله اللي يلاقي فيكم الخاتم راح أعطيله ضعف سعر الخاتم وهو 1 مليون دولار. اللهم صل على هنلاقيه خد هدول 100 دولار. خد هدول 100 كتر دولار. خيرك يا باشا. خدي هدول 100 دولار يعني 5000 مصري، معكم 15000. من الحين لليوم اللي تلاقوا فيه الخاتم راح أعطيكم 1 مليون دولار. من 1 مليون دولار هدي يطلعوا بكم مصر دول يا عم عرفات؟ كتير سيبك. حاضر يا بيه، هقلب لك الدنيا، هنحرط الارض هنجيبوه. وهذا البرايفت نمبر حقتي، اللي يلاقي الخاتم يدق لي. حاضر هو يا ايه بيه. البريفت نمبر ده يا باشا؟ رقم الجوال. ماشي. اوكي يا شو اسمه؟ حاضر يا بيه، انا عرفات وده ولدي بيومي ودي بنت شهد. اوكي يا حاج عرفات، تلاقوا الخاتم دقوا لي على طول. السلام عليكم. اليوم ان شاء الله، والله اليوم هجيب لك الخاتم وهنجمعوه وهنلفه على الدنيا يا بيه. على طول والله. هات الكارنيه. بصي هتمسك الشارع ده كنس لاخره. حاضر. وانت الزاويه دي وانا سيبوني كده. مش معنى انت هنا ما تخليك انت روح كده وانا ادور هنا. اسمع كلامي وروح يلا. ماشي. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى على الشقة بالله. لا. ايه ده؟ الخاتم ده انا بص ربنا كاتب لي رزق كبير قوي. دقيقة يا ولدي، خد ثانية واحدة. يا حاج ثانية واحدة بس وريني يا الخاتم. عم اوعى بس ايدك كده بدل هات ثانيه الخاتم هو بتاعك ولا ايه يابا؟ يا ولد انت لسه لاقيه في الارض، هتعمل مشكلة ليه؟ وريني بس ثانية. اوريك ايه يا حاج؟ بقول لك خاتم ربنا بعته لي رزق وبعدين ده شكله غالي قوي يابا الحق. يا اخي بنتي وقع منها خاتم، افهمني بقى. انت عايز الخاتم ده يعني؟ ابص عليه يمكن بتاع بنتي، اديك مكافأة، اديك فلوس، اديك لا حاجة. يابا راضيني دلوقتي. هرضيك اشوف الخاتم هو ولا اخد 250,000 جنيه. اخرب بيتك، 250 يا ولد، ده خاتم بايظ. وريني هاد. خاتم بايظ؟ وريني يا بابا. لا يابا الله يبارك لك سيبهولي انا عايزه، انا هعرف بيها بطريقتي. شكرا يا حاج. يا ولد دقيقة ثانية، أنا هديك اللي أنت عايزه بس اديني الخاتم. يابا والله ما هديك طب ممكن أبص عليه بس؟ اهو يا حاج. هو. طيب عايز كام أنت فيه؟ 250,000 جنيه حجوج ما ينقصوش سلم. ده بتاع بنتي. انا مالي يابا بتاع بيتك بتاع خالتك بتاع والدتك، انا ليا 250,000 جنيه خدهم. هو رزق مش عاجبك اخد بعضي وامشي. خد يا ولد. بص شايف الناس اللي واقفة شغالة هناك؟ شايف البت اللي بتصلح دي؟ دي البت الغلبانة شغالة تصلح من امبارح بتدور على الخاتم. يا عيني الله يسهل لها الحال ويرزقها عشان خاطر ربنا قول لي عايز كام من الآخر وإحنا ناس غلابة وهديك اللي أنت عايزه. 250,000 جنيه يا حاج. معاك يابا تدفع اهلا وسهلا، معاكش تدفع يابا اخد بعض اروح عند اي حد بتاع دهب ابيعهوله وهطلع اكتر من 250,000 جنيه كده يبقى انا عداني العيب معاك. طب يا ولدي أنا معايا دلوقتي 50,000 ينفعوا؟ معلش. تديني 50 وتروح تجيب لي ال 200. يا ولد أنا معيش غير 50، خدها وريح نفسك. حاج انت بتحرق كتير قوي يابا، مش عاجبك يابا الشغلانه اروح ابيع عند اي حد يابا. يا ابني انت مش عارف تقدرني، بقول لك انا راجل كبير. بقول لك ايه، انت كبير وانا صغير يابا وانا لسه عايز ابني مستقبلي وعايز اشوف دنيتي. معاك تحاسب؟ بنتي معاها 50,000 اجيبهم لك. 250,000 والله ما معاها غير. خلاص الله يبارك لك يا حاج سيبني امشي. يا ولدي وقف ثانيه بكلمك. هجيب لك الزفت، هجيب لك ال 50 وبكره اديك ال 250. 250 جنيه دلوقتي. 250 جنيه؟ 250,000 جنيه لا مؤاخذه حاج. ماشي يا ولدي. حق عليا. حاضر هروح اجيبهم لك. يلا انا مستنيك بسرعه، هتاخر عليا اكتر من 5 دقايق اخد بعضي وامشي بقى عند اي حد. استناني تتحركش من هنا ثانيه واحده. ماشي يلا. بتدور على ايه يابا؟ اساعدك؟ لا يا بنتي تعيش حالك. انا اللي عارفه اماكن الحاجه هنا، قول لي انت عايز ايه بس. بدور على الفلوس. فلوس ايه يابا؟ الفلوس بتاعت الجهاز بتاعك. فلوس الجهاز بتاعنا؟ ليه كفاله الشر عايزها ليه؟ ده احنا المفروض نروح الخميس الجاي نجيب بقيه الحاجه بتاعت الجهاز. يا بنت انا لقيت الخاتم. ايوه علاقه فلوسي بالكلام ده؟ ما انا لقيتها مع عيل عايز 50,000 جنيه عشان خاطر اخد الخاتم. يعني قصدك ان انت تدي للعيل اللي احنا ما نعرفوش ده فلوسي على الفاضي كده؟ وانا اللي شقيانه بتعبي وفي الاخر تاخد فلوسي على الجهاز؟ لا يا بنتي ثانيه فاهمك، اقعدي بس. انا مش هاخد فلوسك على الجاهز، انا عايز اجيب الخاتم عشان ناخده فلوس كتير. ده الراجل قال هيدينا $1 مليون. ايوه ايش ضمننا انا؟ ده انا كل يوم شغاله وطالع عيني في البيوت وانت قاعد تصرف فلوسك على القهاوي يعني
تاني معلش يابا، يا- ده انا اللي جايبه فلوسي دي بتاعتي وشقيه لوحدي. عارف، وانا هعوضهم لك والله. هتاخدي كتير، ما كله ليكي وبتاعي. وانا ايش ضمني يا بابا يطلع حرامي ولا يطلع نصاب وفي الاخر فلوس انا تضيع على الفاضي؟ يعني راجل معاه عربيه عاليه زي دي وبنت هتفتح له الباب وراجل خليجي انا هيكون مالي نصاب. انا مالي انا فرحه فاضل له اسبوع ونص، فلوسي لو ما جاتش انا هعمل ايه؟ هتصرف ازاي؟ مين اللي هيديني من جوه ويطلع لي؟ انا هديكي لا يابا مش مدياك فلوس. عشان خاطر يا بنتي. لا مش مدياك فلوس، انا مش مستغنيه عن فلوسي، انا كل يوم شقيانه وطالع عيني وفي الاخر انت تيجي تاخدها على الجهاز. يعني مش هترضي تدي فلوسك لابوك؟ لا مش مدياك يابا الفلوس. ليه يا بنتي كده؟ وانا قصرت معاكي في ايه؟ ما انا بقول لك هدي له فلوسات، هاخد الفلوس اللي معاه ده مليون دولار، حتى لو اداني 200,000 يابا ايش ضمني؟ اتجوزي بيهم، صدقيني انا ضامنه. انا يابا كله ليك يا بنتي، وهتتجوزي. اسمعيني وهات لي فلوس عشان خاطر يا بنتي، عشان خاطر اسمعي كلامي. اتفضل يابا، بس مش مسامحه فيهم، لو قرش واحد بس منهم ما جاش. لا هيرجعوا كتير وهتاخد اللي انت عايزاه، بس هدي بالك وما تزعليش. انا هدي له الفلوسات وادي له الخاتم واجيب الفلوس كلها واجي. قلت لك يابا مش هسامح في اي قرش من الفلوس دي لو ما رجعتش. يا بنتي والله العظيم انا ضامنه زي عيناي، صدقيني انا مش بكدب عليكي. ربنا يستر. الراجل ده شكله اتأخر. تعالى يا ولدي تعالى. جبت طب الفلوس؟ 50,000 جنيه بالظبط. لا يابا انت كده بقى بتتابع معايا بقى، وانا مش هحترم ان انت راجل كبير وبقى واتعامل معاك معامله غفه. يا ولد انا قايل لك 50,000 فيش غيرهم مع بنت هتتجوز بيهم. طب تلت ساعه عدى ليك تحضر لي ال 200 باكو. بكره الصبح ال 200,000 يكونوا عندك ودول 50 بالظبط بتوع بنتي، والله شقيانه بيهم، عاتلين بيهم بلاستيك. ماشي حجوك، حال عليك الخاتم يا عم. تسلم يا ولد. بكره الصبح عدى عليك. بكره الصبح تعدي علي تاخدهم، ده بتاع امها الله يرحمها. يا عم انا مالي بقى بتاع تحكي لي قصه حياتك. اطلع يا ولد غور غور. كويس اني لقيت الخاتم، الف شكر الحمد ليك يا رب. 095 رقم الهاتف المطلوب مغلق حاليا. مقفول. يرجى إعادة بدي رنة تاني. ثانية واحدة بنتي. يابا رقم الهاتف المطلوب. اديت للراجل الخاتم وخد الفلوس؟ أنا اديت له فلوس وجبت الخاتم، بس بس ايه يابا؟ الراجل اللي اداني الكارنيه رقمه مقفول. يعني ايه الرقم مقفول؟ يعني ايه؟ فلوس جهازي كده راحت على الفاضي؟ يا بنتي مش عارف. يعني انت اخدت فلوس جهازي اللي هتجهز بيها واتجوز بيها يابا عشان تديها الراجل الرقم مقفول وما نعرفش مين ده اصلا؟ ده الرقم غلط أصلا، رقم غلط؟ ده أصلا كارنيه نصب. كان بيشتغلنا يا خراشي يما. حقك عليا يا بنتي ما تزعليش، والله مقصود. حقك عليا ايه؟ فلوس جهازي كلها ضيعتها على شغلة حرامية ونصابة. هجيب لك أنا هتجيب هتصرف. لي ايه يابا؟ هشتغل واجيب. احنا هنجمع حق ال 50,000 جنيه دي ازاي؟ ده احنا طول الليل والنهار عمالين نشتغل عشان نجمع حقهم، بس في الاخر تضيعهم. انا مش مسامحاك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يابا، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. ليه يا بنتي كده؟ يا نصاب، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا رب انتقم ورجع لي حقي، حق بنتي. الله. تأخر ليه ده؟ يا عم ما تاخرتش ولا حاجه، الفلوس اهي يا بص. كام دول؟ 250,000 جنيه بالظبط. حلو قوي، بس ايه رايك في الدخله؟ بقول لك ايه، انت السلام عليكم. كله برنس. صدق، اديت كل واحد فيهم 5000 جنيه، رجعناهم كام؟ 50,000 جنيه عشان تعرف ان دماغ اخوك كده 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 يا باشا. خد روق بقى عليا. ده حقك وده كمان حقي ودول بقى حق انا. يعني انت تديني المصري وتاخد انت الاخضر كده يابا؟ مش متفق على العمليه. مش متفق ليه؟ ما انا اللي اتبهدلت فيكوا. طب ماشي يا خليجي، روق علينا كمان معلش. تبوا تروحي معي الجونه؟ يا عيني على الجونه. بينا على الجونه يلا.